تخيل مرأة في العصر الجاهلي فين الكلمة كانت للفرسان والرجال، توقف قدام العرب كاملين وتقول شعر يهز القلوب. هذه هي الخنساء. الخنساء اسمها الحقيقي تماضر بنت عمرو من قبيلة بني سليم. اشتهرت بواحدة من أصعب أنواع الشعر، الرثاء، يعني البكاء على الميت وتخليد ذكراه. كان عندها إخوة فرسان شجعان، خصوصا صخر ومعاوية. ملي تقتلوا الخنساء ما لقاتش سلاح غير لسانها، وكتبت قصائد كتفجر الحزن، الصبر والوفاء. شعرها كان صادق خارق وكيخلي أي واحد يسمعه يتأثر. حتى قالوا العرب الخنساء أشعر نساء العرب. واش بقات شاعرة ديال الدموع فقط؟ لا، ملي جا الإسلام أسلمت وولت مثال في الإيمان والصبر. في معركة القادسية 4 ولادها الأربعة خرجوا يجاهدوا وتقتلوا كاملين، لكن الخنساء ما بكتش قدام الناس، قالت الحمد لله اللي شرفني باستشهادهم. الخنساء كانت مدرسة، علمت العرب أن الشعر ماشي ديما للفخر والغزل، ولكن حتى للحزن اللي كيولد قوة وصبر.